3 2 1. هلا لويتا، في جيتس عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفتوا في جيتس اللي انا قلتها دي؟ النهارده هنعرف يعني ايه. وده النهارده الفيديو بتاعنا بعد ما سألنا عن ازاي نعمل تحيات، ازاي نقول اهلا هالو، وبعد كده سألنا ازاي نتكلم عن الاسماء. ودلوقتي هنسأل ازيك بقى، يعني انت عامل ايه دلوقتي. هنتكلم على نخدم بفندن فراجن، السؤال عن الحال في قناتنا دويتش مف مروة لوز. أول حاجة زي ما اتفقنا عشان نيجي نسأل عندنا طريقتين: طريقة الفورمال الكلام الرسمي، وطريقة الانفورمال الكلام الغير رسمي. وفي الطريقة الفورمال ناس كتير سألتني ايه هير وايه غاو دي بنحط زي السيد والسيدة وتاخد لقب. لقب يعني بنحط الاسم الأخير. يعني مثلا أنا اسمي مروة محمد فأقول فراو محمد، هم بيقولوا كده بره فراو محمد. أو لو مثلا واحد اسمه محمد أحمد فهنقول هير أحمد، هير أحمد على طول. وبياخد الضمير زي، وبياخد الضمير زي حضرتك أو حضرتك. أما في الانفورمال بنستخدم ضمير دو، أنت على طول، أنت يا أحمد، أنت يا مروة، وهكذا. فأول طريقة الفورمالة في غاجن الأسئلة الرسمية هنقول في جيتس إينن، في جيت اس إينن، ازاي حضرتك عامل ايه. بعد كده عندنا طريقة تانية: Wie läuft es bei Ihnen؟ Wie läuft es bei Ihnen؟ الدنيا عاملة ايه معاك؟ بعد كده Wie ist Ihr Befinden؟ أخبار حال حضرتك ايه؟ والطريقة المختصرة ل Wie geht's Ihnen، ودي أشهر طريقة فورمال أو رسمية منتشرة، هي Wie geht's. عملنا apostrophe s، عملنا اختصار وشلنا Ihnen و Wie geht's. وبأكد هنا في الطريقة الرسمية زي مثلا في الشغل، زي في الناس لسه ما نعرفهاش بنستخدم Ihnen، Wie geht's Ihnen. أما الطريقة الانفورمال فراجن أو الأسئلة الغير رسمية، الأمثلة بتاعتها هي Wie geht's dir؟ Wie geht es dir؟ هناك في الفورمال قلنا Ihnen حضرتك أو حضرتك، هنا قلنا dir أنت أو أنت، الضمير اللي بنعوض عليه. أو Wie geht's dir بالطريقة المختصرة، أو على طول Wie geht's، Wie geht's، ودي اللي أنا بقولها كل حلقة. بعد كده لو عايزة أقول إزيكم أنتم فأقول Wie geht's euch، Wie geht's euch. او ممكن اقول alles klar، كله كويس، alles klar. طيب احنا عرفنا ازاي نسأل، ازاي نعمل فراجة. دلوقتي نعرف ازاي نعمل اجابات بقى الانتفوت. فلو اتسألنا wie geht's Ihnen زي حضرتك، او wie geht's dir يعني ازيك انت عامل ايه، قدامنا 3 طرق: يا اما تبقى انت كويس وحالتك كويسة بوزيتيف، يا اما تبقى انت اوكي عادي كده نويترال يعني معتدل، او نيجاتيف حالتك بقى وسط في الارض سلبية جدا. في الطريقة البوزيتيف هنقول ja sehr gut danke und Ihnen، أو und dir. يعني لو سألنا بإينن هنقول und Ihnen أنا كويس، sehr gut يعني كله تمام، danke يعني شكرا، und Ihnen وحضرتك عامل إيه. أو لو قالك wie geht's dir فهتقول له und dir وأنت عامل إيه. أو هنقول mir geht's gut، ودي أشهر إجابة، mir geht's gut يعني أنا كويس حالتي كويسة. أو هنقول ausgezeichnet، ausgezeichnet ممتاز. أو ممكن نقول prima toll super und so weiter. طيب في الطريقة النيوترال اللي هو حالتك طبيعية عادي هتقول is geht ماشية is geht، أو geht so عادية، أو so يعني نص نص، أو زولالا يعني برضو ماشية، أو auch gut كله تمام كله كويس. طيب في الطريقة النيجاتيف انت بقى بص حالتك متنيلة يعني حالتك صعبة قوي فهتقول nicht so gut مش كويس خالص، أو schlecht، schlecht بالألماني يعني سيء للغاية. أو ich bin müde، ich bin müde يعني أنا مرهق أو تعبان. أو هقول gar nicht gut مش كويس خالص على الإطلاق. فدي الطرق اللي ممكن نجاوب عليها على السؤال بتاع wie geht's Ihnen أو wie geht's dir. أختم انتباه خلي بالكم، غلطة أو غلطتين مشهورين جدا بنغلطهم beim sprechen واحنا بنتكلم في الإجابة بتاعت سؤال الحال. لما بنتسأل wie geht's dir فإحنا بنرد ونقول أنا كويس، فأنا كويس اسمها mir geht es gut، mir geht's gut. واستخدمنا هنا mir مش إش، ما بقولش إش bin gut، إش bin gut ده يعني أنا إنسان كويس مش حالتي كويسة. وما بقولش إش geht's gut، ما بقولش كده برضو، ما بقولش إش، بقول mir geht es gut. وهنعرف مية دي ودي حالة اسمها داتيف، حالة إعرابية. هنعرف كل ده قريب بإذن الله. تمام دي كده في الإجابة. حاجة تانية لما بتسأل في جيتس دي المفروض برد وازاي حضرتك، فهنا مش بنقول und du لأ، بنقول und dir، und dir. طيب لو اتسألنا في جيتس ihnen هقول und ihnen، مش und sie، هقول und ihnen.
ركزوا على الحاجات دي كويس جدا، وهنكمل عليها الفترة الجاية. وتاني للمراجعة هقول السؤال وتقولوا الانتفورت، اتفقنا؟ Wie fragt man nach dem Befinden؟ ازاي نسأل واحد عن حالته؟ فدي فراجة يعني السؤال. هقول Wie geht's Ihnen؟ Wie geht's Ihnen يعني طريقة رسمية formal، فهتقول مظبوط gut danke und Ihnen. بعد كده Wie geht's dir؟ مظبوط mir geht es gut. mir geht es gut. Wie läuft es bei Ihnen؟ Sehr gut, danke und Ihnen. عاش. طيب wie geht's؟ ich bin müde. ich bin müde. Wie geht's euch؟ عاملين ايه كلكم؟ هقول schlecht. schlecht يعني كلنا حالتنا سيئة. ان شاء الله نبقى كلنا ما geht's gut وتبقى الحالة زوبة. واخر سؤال وهستنى الاجابات في الكومنتات. هالو wie geht's dir؟ وانا اعتبرت ان احنا خلاص بقينا اصدقاء فما فيش ما بيننا اينن، فهنقول dir. هالو wie geht's dir؟ هستنى اجاباتكم وتعليقاتكم في الكومنتس. وكده نبقى خلصنا الحلقة بتاعتنا، ونكمل ان شاء الله في المرات الجاية. bis zum nächsten Mal. tschüss.